المواطن ما كيبقاش يثق. ان شاء الله ما باقي غير الحجر مع هذه الحكومه، ما بقى عندنا الثقه في هذه الحكومه. الثقه وحده اللي باقا لنا هي في الملك. انت اول شخص لا ثقه فيك، كلكم سواسيه. نعطيك 2500 درهم زياده. اش تعطي خرجتوا على هذه البلاد بالشفره، الله ياخذ فيكم الحق. نسال الله ان يخسف بكم الارض من جراء ما مارستموه على هذا الشعب الفقير، التشريد والفقر والاستحمار. حسبي الله ونعم الوكيل. واش بحالك انت غيثق فيه المواطن؟ غادي يقول كلمه واحده وهي: هيا ايها المواطن استعدي الى الحجار، حجاره ثم الحجاره. يجري علينا بالحجر. شكرا. واحنا على موعدنا ان شاء الله، وانت هو اللي طرقت المسمار. الحجار ما كاين غير الحجار ان شاء الله، وحنا ان شاء الله على الوعد ديالنا، وانت اللي قلت الحجار ان شاء الله ما كاين غير الحجار ان شاء الله. راه بيننا وبينك غير الحجار من هنا فوق. واش غادي يقول لك؟ والله لا زدت يا ودي يا مول الحجره. المواطن ما كيبقاش يثق. وغيصير بحالك وشي فاق وعاق رحل قبل ما تشوف الحجره. لن نثق بحكوماتكم واحزابكم. المواطن كل ما كيبقاش يثق. يا ابو الحجره غير وجد راسك، راه الانتخابات قربت والشعب راه بوجد الحجره ان شاء الله. راه موجدين الحجر من دابا، حنا كنوجدوا الحجر من هنا حتى 2026. حسبي الله ونعم الوكيل. الحكومه فاشله. قولوا له غنعطيك 2500 درهم زياده. شنو نقدروا نقولوا عليك؟ مسلمه الكذاب، هذه اللي نقدروا نقولوا عليك. ان شاء الله والله ما تفوت ولا تنجح، حشيتوها للمغاربه كذا محسوبه. وغيتشوف لما نحشيها مره اخرى. واستوعبتوا داكشي اللي قال؟ قال لك محسوبه 2500 درهم لكل مواطن، 1000 درهم. ايوا واش غادي نقول لكم؟ الله ياخذ فيهم الحماقه الثقه في الحكومه. هادشي اللي غادي نقول لكم. السلام عليكم.